عشان مارسيل كولر ما يقعش في نفس الخطأ بتاع مباراة طلائع الجيش، فلازم يبص على الخصم شافه بيدافع ازاي. مارسيل كولر يبني خطة الهجوم، فلازم يبص على دفاع الوداد، يشوفه بيقف ازاي جوه ال 18، بيلعب دفاع متقدم، بيعمل استرتش بالملعب في الدفاع، بيقفوا في ال 18 بس. فلازم ده كله من اساسياتها ان هو لازم يقرا الدفاع الخصم بيدافع ازاي عشان يقدر يهاجم، عشان يقدر يبني خطة للهجوم. انت لما تيجي تبص على فريق الوداد هتلاقيه بيلعب ب4-3-3 4-3-3 اللي هم 2 سيرد باك و2 باكات و3 في خط النص، واحد رقم 6 و2 رقم 8. فالاثنين اللي رقم 8 واحد من سواء كان من هنا او من هنا، فبتلاقيه في الاجنحة بيعمل استريتش مع الباكات بحيث انهم يقفلوا الاجنحه، ونفس الكلام الناحيه الثانيه برضه بيقفلوا الجناح. في العمق بيعملوا زيادة عدديه بسقوط اللاعب رقم 6 مع الاثنين لعيبه سيرد باك، فبيعملوا زيادة عدديه في نص الملعب في الدفاع. لما تيجي تبص حتى في ماتش سان داونز بتاع الوداد اللي هو في جنوب افريقيا، هتلاقيهم ان هم كانوا بيلعبوا بالزياده عدديه اكتر من 7 لعيبه في عمق الملعب، وهو ده اللي خلى سان داونز مش قادر يهاجم الوداد في ارض سان داونز. فلما تيجي تبص تلاقيهم هم بيقفوا ازاي في الدفاع المتقدم والمتاخر، هتلاقيهم وده اكيد ان في الماتش القاهره هتلاقيهم بيلعبوا دفاعهم متاخر جدا، ممكن يوصل لحد جوه ال 18 او لحد خط ال 18، وده هيبقى عيب الاهلي، لان الاهلي اللي هو متعود مع مارسيل كولر ان هو يجمع الكره ويعمل اللونج باص للجناح سواء كان حسين الشحات او بيرسي تاو، وبكده بيقدر يضرب الخطوط دياتي. انما هو لو الوداد لعب على خط دفاع متاخر، فالتركه دياتي الاهلي مش هيقدر ينفذها قدام الوداد، لان التركه دي عشان تتنفذ عايزه مساحه او عايزه مسافه بين الدفاع وبين حارس المرمى اللي هو يقدر المدافع ياخد راحته فيها ويرتاح ويلف ويعدل نفسه عشان يسدد او يعمل العرضيه لجوه. ولكن لو جيت تبص على نقط ضعف الوداد هتلاقي ان هم لما في هجمه مرتده عليهم او في هجوم مرتد، لما تلاقيهم بيرجعوا كلهم بيخشوا، سواء كان خط الدفاع او الاثنين او الثلاثه وسط الملعب، بيخشوا لحد منطقه ال6 ياردة وبيسيبوا من منطقه ال6 ياردة من خط ال6 ياردة لحد ال 18 ده بيسيبوه فاضي. وبدليل لو بصيت الهدف اللي جابته سان داونز في مرمى الوداد في جنوب افريقيا، الهدف الثاني اللي لعب هو ماشي سابيلو مورينا اللي ورا بيتر تشاوليلي اللي جاب منه الهدف. هتلاقي ان بيتر تشاوليلي واقف لوحده تماما ومع فتره عدديه من دفاع الوداد في منطقه ال 18، ولكن واقفين غلط ومش مراقبين اللاعب اللي جاي من ورا. وده اللي شفناه لما دخل اللاعب سابيلو مورينا قرب خط المرمى وراح لاعب الكره العرضيه لورا، ودي ما كانتش اول هجمه تتعمل على الوداد بهذا الشكل. كان في هجمه في الشوط الاول وقدر يتصدرها الحارس يوسف المطيعي. فدي من اهم نقط ضعف الوداد. ومن اهم نقط ضعف الوداد ان هم في الكرات الثابته او الكرات العرضيه داخل ال 18 او الكرات الركنيه مش بتاعتهم، بتسبب لهم خطوره كبيره جدا على ناحيه التهديف. وطبعا الكره دي شبيهه بالكره اللي بيعملها على طول احمد عبد القادر لما بيوصل لخط المرمى وبيلعب الكره العرضيه لورا اللي جاي من ورا يقابلها. وطبعا من المشاكل اللي هيقابلها النادي الاهلي ان زي ما تعودنا من مارسيل كولر ان بدايه اللعب بتبقى من على طريق مروان عطيه من نص الملعب، فهم هيعملوا زي ما عمل منذر الكبير في مباراه الرجاء سواء في القاهره او في المغرب، ان هم بيلقحوا لاعب على مروان عطيه، وبكده الاهلي هيبقى يعني حركته هتبقى بطيئه في بناء الهجمه. فلازم مارسيل كولر يعمل حسابه في الحركه دياتي او يعمل حسابه في التركه اللي هيلعبوا عليها فريق الوداد، لان فريق الوداد عمل ماتش تكتيكي من الطراز الاول وقدام فريق زي صن داونز على ارضه. فانت ما بالك يعني فريق زي صن داونز برغم قوته الفنيه وقوه اللعيبه البدنيه ما قدرتش تجاري اللعيبه على ارض الملعب كتكتيك وكفنيات، لان فريق الوداد كان بصراحه يعني عامل جيم تكتيكي بحت. فلازم الاهلي يعمل حسابه من دلوقتي او مارسيل كولر يعمل حسابه من دلوقتي عشان ما يقعش في نفس الغلط اللي وقع فيه في مباراه طلائع. حلم طولان لما وقف دفاع متاخر عمل دفاع متاخر قدام النادي الاهلي
وقفل له التركه بتاعت ان الجناح سواء كان حسين الشحات او بيرسي تاو ياخد الباك اليمين او الباك الشمال، والوسط الملعب يخش بين المسافه اللي بين الباك اليمين وبين السيرد باك. فهو حلم طول عمره جرى بشكل جيد وعطل المفاتيح ديت لمارسيل كولر. وعشان كده في الماتش ده هتلاقي من مارسيل كولر الاهلي ما قدرش يوصل للمرمى بسهوله. فلازم مارسيل كولر يعمل حسابه في النقاط دياتي عشان ما يجيش في ماتش زي النهائي المهم اللي هو ماتش بالموسم كله ويقع في غلطات زي ديت تخسر المباراه سواء كانت هنا او ولكن لو جيت تبص على هجوم الوداد هتلاقي ان هم بيعملوا هجمه مرتده عاليه الجوده مع زياده مع دقه التسديد من بره ال 18، وده اللي شفناه الموسم الماضي في النهائي بين الاهلي والوداد لما ظهرت المترجي سدد تسديده قويه. ودي مهمه خط الوسط ان هو يمنع التسديدات من بره ال 18 لانها بتسبب خطوره علينا. لان انت زي ما شفت في مباراه صن داونز اللي شلنا فيها 5 كانت اغلبها من عمق الملعب واغلبها تسديدتين منهم من بره ال 18. فاحنا عندنا نقاط ضعف. اي نعم الشناوي ما كانش في حالته، ولكن لازم تعمل حسابك في الاهداف تبص للاهداف اللي دخلت منك ولازم تعالجها. زيادة على كده ان هم بيتميزوا بالكرات العرضيه سواء كانت من كره ثابته او ضربه ركنيه او عرضيات من كره متحركه. فلازم نعمل حسابنا من الحاجات ديت، لان انت لو شفت في ماتش صن داونز اللي هو على ارضهم الهدفين جو من كره متحركه عرضيه والهدف الثاني جو من كره ثابته من داخل ال 18 في صن داونز. الوداد بيدافع، هيلعب خط دفاع متاخر، هيسد عمق الملعب جيد، هيعمل استريتش من الاجنحه بحيث ان ما تهاجموش من الاجنحه. في الهجوم هيلعب على الهجمه المرتده، هيلعب على التسديدات، هيلعب على العرضيات، هيلعب على الكرات الثابته. فاتمنى ان مارسيل كولر يعمل حسابه في الحاجات دياتي وانه ما يسيبش وانه يركز ان فريق زي الوداد فريق قوي جدا، وبدليل انه خرج صن داونز من بريتوريا على ارض صن داونز بهدفين، وان هو فريق قدر يرجع بالنتيجه برغم تاخره مرتين في النتيجه قدام صن داونز. فانت لازم تامن بهدف 2 و3. واتمنى ان الفيديو عجبك، تعمل اشتراك في القناه وتستنى مني الفيديوهات الجايه. سلام.